طب احكي لي بقى عن الأيام بتاعة انتظار الحكم. بعد ما أخدتي الحكم ولما سمعتي الحكم ولما كنت منتظرة بقى تأييد الحكم أو إلغائه، انا كانت ساعه نفسيتك عاملة ازاي انا الفترة ساعه دي؟ الحكم ده، المحامي الاولاني ما راحش الجلسه فاتحكمت غيابي فخدت حكم. انا كنت نايمه لقيتهم بيصحوني الكلام ده، راحوا واخدين مني تليفون صحابي وبتاع وقفلوه، وانت ما ينفعش تظهري واستني بقى اما نشوف محامي ومش عارفه ايه. لا أنا عايزة أعرف انا انتي نفسيا، انا واحدة نفسيا عندها 18 سنة ما وحاسة إنها ممكن تدخل السجن. انا اصلا عندي جرثومه تمام وتعبانه، معدتي تعبانه جامد. انا ما كنتش باكل نهائي بقى، يعني ممكن مره في اليوم، مره كل يومين. ما كنتيش بتاكلي؟ لا يعني ما كنتش باكل بقى خالص، فاهماني؟ يعني ممكن طاقه كل كام يوم، ما كنتش برد على اهلي، ما كنتش بكلم صحابي. كان مزاجي اللي هو انت تمشي على مزاجي بقى، كل حاجه كون فيكون. انا عايزه دلوقتي كذا يجيبوا لي كذا، انا عايزه اعمل يوم كذا. المحاكمة الصبح كنتي ممكن تروحي ومترجعيش؟ يعني ممكن انا تروحي أو كنت ترجعي؟ رايحه، كتبت مسج على بوست كده وفي برضو. صورتي انا واهلي، تمام. وقلت انا عارفه ان انا غلطت ومش عارفه ايه والكلام ده، بس انا مش هسامح نفسي لو حصل لي حاجه والكلام ده، وانا معترفه بغلطي، بس انا شايفه ان الموضوع كبير عليا وكده. كتبت بوست وبعت لماما مسج وبعت لمؤمن مسج ايه ورحت. المسج فيها ايه؟ كنت بعت لماما ما تزعلوش مني ومش عارفه ايه، وانا سايبه مبلغ على جنب فرطتي في فلوسك؟ تصرفوا منه مش عارفه ايه. ورحت بعت المؤمن رساله، قلت له انا تعباك معايا ومش شايلاك مسؤوليه اهلي ومسؤوليتي بقالي فتره كبيره ومش عارفه ايه، وانت عملت مجهود معايا كبير في شغلي وفي الميديا وي 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 والكلام ده، وسايبه معاك كذا، ولو اهلي احتاجوا كذا اعمل واحد اتنين تلاته وتصرف انت ومش عارفه ايه. انا كنت رايحه مسلمه امري اللي هو يا طالعه يا داخله. هم كانوا حاسين ان انا طالعه، بس انا الوحيده اللي كان عندي احساس لا انا مش هطلع، فاهماني؟ عندي او في احساس، احتمال فاهماني؟ كنت واقفه كنت مرعوبه، وكان من جوايا بقى قلق، بس فاهماني؟ تشكري القضاء طبعا ان هو لا، عمل حساب لصغر سنك عمل يعني. حساب لحاجات كتير لاختي، وان انا اطلع لها وما ما ابعدش عنها، وان انا يعني اتغير، وهم راعوا ان انا اتغيرت، يعني هم وقفوا في نقطه اللي انا اتغيرت، فالحكم كان كبير فلا. وبصراحه استاذ اشرف عبد العزيز ما سابنيش لحظه، وحضرتك انا ده جميل قوي يا اشرف. يعني اه استاذ اشرف عبد العزيز بجد بجد، اول ما عرضنا عليه القضيه لم يعني يتردد لحظه. وبعدين بقى اللذيذ ان استاذ اشرف كان فاكر بقى ان هيدخل عليه واحده بقى يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا كده بتتكلم بالعين والحاجب يعني وفاهمه بقى كنت وشاتمه داخله باباها مرعوبه. وبتاع. دخلت لابسه كاب وطفله قصيره كده وصغننه وحاطه راسها في الارض وبتاع. فبص لي يقول لي هي دي؟ قلت له اه هي دي. في الحقيقه اصلا قال لي هي دي اللي عامله ومسويه وبتاع. قلت له اه. وكانت قاعده مكسوفه جدا جدا. ما بعرفش اخد على الناس بسرعه في الحقيقه، يعني انا في اللايف وفي الكاميرا بتتكسفي في الحقيقه؟ جيب الحقيقه ممكن اخد عليكي بقى لو في بينا عشم، او انا حاسه ان في بينا عشم، غير كده لا. مش اي مم. حد اتعامل معاه ولا اتكلم معاه زي ما بتكلم بتلقائيه وكده، فاهماني؟ بس